بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ وحشتوني. معلش على الوقت الطويل اللي ما نزلتش فيه فيديوهات. طبعا كان عندي حالة وفاة أختي الكبيرة، طبعا ربنا يرحمها يا رب ويغفر لها. فبصراحة ما كنتش عارفة انزل فيديوهات خالص، فانا اسفة لو مش بعلق لحد او بدخل خالص على اليوتيوب، لان بصراحة اليومين اللي فاتوا دول كانوا صعب عليا خالص. اختي الكبيرة وصاحبتي وامي، يعني لو كلكم حاسين بالاخت والفراق. اصعب حاجة يا جماعة هو الفراق. اختي دي ما كانتش اختي، بس انا لاول مره النهارده هتكلم وقلبي يبقى موجوع من كتر الحزن عليها. بس القناه لقيتها وقعت خالص في الاسبوع اللي انا مش بنزل فيه فيديوهات خالص ومش بدخل لاي حد، بس غصب عني. فاختي ما كانتش اختي كبيره ليا، بس يعني ام امير ديت يعتبر هي اللي مربياني. يعني كانت أعز وأغلى حاجة عندي في الدنيا. يعني مش قادرة أوصف لكم الحزن اللي في قلبي ووجع قلبي عليها. أنا بصور الفيديو والله غصب عني كمان، لأن القناة ببص لقيتها وقعت خالص، فقلت لازم عشان ما تزعلوش مني لو مش بعلق لأي حد. انتوا عارفيني طبعا، وعارفين ان انا مش بتأخر عن اي حد فيكم، كلكم ولادي واخواتي. بس غصب عني والله يا ولاد، وجع قلبي على اختي حاجة صعبة. يا رب يا رب ما حد يشوف، يا رب ما حد يشوف وجع القلب. والفراق اصعب حاجة، يعني مش قادرة اوصف لكم. قلبي موجوع عليها جامد جامد. فاللي بيحبني يدعي لها بالرحمة ويدعي لي بالصبر، لان انا فعلا تعبانة نفسيا. اصعب حاجة تعب النفس نفسية، لما تتعب دي مش قادرة اتكلم. فادعوا لي ان ربنا يصبرني، بس ربنا يصبرني وارجع تاني اخد بالي من القناة، واخد بالي. ما فيش بال ان اعمل، ما فيش نفس ان اعمل اي حاجة. فادعوا لي ان اثبت كده واقدر اعمل اي حاجة، وادعوا لي بالصبر، لان اختي دي كانت اعز حاجة عندي. انا ربنا يخلي اخواتي طبعا، اذا كان ولاد وفضل الاخت برضو ليا، احنا 3 بنات. فدي ام امير الكبيرة بتاعتي كانت امي وصاحبتي. اي حاجة كانت وجعاني كنت اتكلم معاها، كانت منظر الامان ليا، صدر الحنين ليا. انا مش عايزة اعكنن عليكم طبعا، ومش عايزة، بس غصب عني والله غصب عني. ادعوا لي وادعوا لها ان ربنا يرحمها، لان انا عايزة اقول لكم كانت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. المشهد بتاعها والدفنة بتاعتها الناس كلها كانت بتدعي لها، لان كانت خيرة جدا 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 يا جماعة. ما فيش احلى من التجارة مع الله. خليكم مع ربنا، يعني لو حاجة بسيطة خالص طلعوها، زكوا. خلي بالكم من بيوتكم، خلي بالكم من ولادكم. الحاجة دي نفعتها. يعني اختي كانت ما شاء الله كانت خيرة جدا، ما كانتش بتقول لي. الناس اللي جايين يعزونا فيها هي اللي اتكلمت. اختي ما كانتش بتقول انا بروح ولا بعمل. يعني ربنا يجعل مراتها في ميزان حسناتها، ويكون يا رب ربنا يغفر لها. فما شاء الله ما شاء الله، على قد صبرها على مراتها على قد ربنا ما كانت ساعة حلوة ما شاء الله. يعني أنا كنت قاعدة جنبها وهي تعبانة. يعني ما شاء الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. ده حسن الخاتمة فعلا، ده حسن الخاتمة. وأنا شفت ما شاء الله، ربنا يرحمها برحمته يا رب ويغفر لها. فبالله عليكم، بالله عليكم، لو في ذرة حب لأم أحمد عندكم ادعوا لها، ادعوا لنا ربنا يرحمها، وادعوا لنا ربنا يصبرنا. لأني مش قادرة استوعب إن أختي خلاص مش
مش هنزل البلد، هي الواحدة اللي كانت بتستناني، مع ان اخواتي كلهم موجودين ربنا يبارك فيهم ويحفظهم، بس كانت اقرب واحدة ليا هي ام امير. اي حاجة يعني انا عايزة اقول لكم، اما ابقى حتى نفسيتي تعبانة كانت بتبقى حاسة بيا، لما ابقى تعبانة انا وولادي بتبقى حاسة بيا. خلي بالك يعني قعدت معايا، خلي بالك من ولادك. مش قادرة اتكلم، مش قادرة والله يا ولاد. فمرة تانية أنا مش حابة أطول عليكم ومش حابة أحبطكم، طبعا الناس كلها بتبقى بتزعل من الحزن. ربنا ما يوريكم في حبيب أي مكروه يا رب. يا رب يبارك لكم في اخواتكم، وربنا يبارك لكم في أولادكم يا رب ويحفظهم. بس أنا بقول لكم للمرة التانية معلش غصب عني والله يا حبايبي إن أنا مش قادرة أدخل عندكم، بس انتوا عارفين طبعا إن أنا مش أتأخر عن أي حد فيكم طبعا، بس غصب عني. بس إن شاء الله ادعوا لي إن ربنا يقويني بس، وهرجع تاني مش هنبعد عن بعض. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. اعذروني مرة تانية اللي أنا اتكلمت، بس انتوا ولادي واخواتي وحبايبي وبيتي التاني طبعا. ربنا يحفظكم يا رب، وربنا يرحم أختي ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب، ويا رب يشفي كل مريض، يا رب يشفي كل مريض بيتألم يا رب. يا رب ما يوجع حد في حبيب له، يا رب ما يوجعكم في أولادكم ولا في اخواتكم ولا في أي حبيب لكم يا رب، لأن أصعب حاجة وجع الفراق، ده أصعب حاجة والله يا ولاد. فربنا يصبرنا يا رب. ادعوا لي بالصبر وادعوا لاختي بالرحمة. واسيبكم في رعاية الله وامنه، لان انا مش حابة اطول عليكم خالص. انا بس نزلت بالفيديو ده بس عشان انتوا مثلا هتقولوا ام احمد مش بتدخل لا عندنا ومش بتعلق، غصب عني والله انا مش بنزل فيديوهات خالص ومش قادرة اصور اي فيديوهات، لان لسه موجوعة وما زلت هفضل العمر كله موجوعة على اختي وامي وصاحبتي، والصدر الحنين اللي كنت بجري اترمى فيه هي اخت ام امير. ادعوا لنا ربنا يصبرنا على فراقها. أسيبكم في رعاية الله وأمنه، وتصبحوا على ألف خير يا حبايبي، في رعاية الله.